أنت تصلي؟ اسمع ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك. إنها بشرى جميلة جدا والله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن إذا قام الشخص إلى الصلاة وضعت جميع ذنوبه فوق رأسه وعلى كتفيه، فإذا سجد أو ركع، اسمع، فإذا سجد أو ركع تساقطت تلك الذنوب. لا إله إلا الله. يوم القيامة أين تذهب الحيوانات؟ الجواب محزن قليلا، ولكن الله عز وجل في خلقه شؤون. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيحشر جميع الخلق يوم القيامة، والطيور والبهائم سيجعلها الله عز وجل ترابا، أي هذه المخلوقات الجميلة ستصبح ترابا. لهذا يرى الكافر عندما يجد نفسه في عذاب جهنم يقول لله: يا رب اجعلني ترابا، اجعلني مثل هذه الحيوانات، فالتراب أهون لي من العذاب. لا إله إلا الله. تخيل مخلوق مثل هذا سيصبح تراب. الله المستعان. الرسول أحس بألم في جسده عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل ليتوقف ذلك الألم؟ اسمع ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تألم في أي عضو من أعضاء جسده يحمل إصبعه السبابة ويضعه في لسانه، وبعدها يضعه في التربة، وبعدها يقول له: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وبعدها يضعه على موضع الألم ويتوقف الألم كأنه لم يكن أبدا. لا إله إلا الله. اتبعوا نصائح النبي صلى الله عليه وسلم.